ليه مطوشة بيراميدز قدام الأهلي؟ بيراميدز بيبقى فريق مرعب عكس مطوشة الزمالك. القصة بدأت لما بيراميدز اتأسس 2018 على إيد تركي آل الشيخ بعد ما مشي من الأهلي، وده ظهر لما هو كان بيجيب اللاعيبة الكبيرة اللي كان ليها مشاكل مع الأهلي أو سابت الأهلي. وبيراميدز دايما كان بيعتبر مباراة الأهلي مباراة خاصة، كان دايما بيبقى فيه مكافآت أعلى وتحفيز أعلى، وفي لاعيبة قبل كده أكدوا الموضوع ده منهم إبراهيم عادل. ولما عبد الله السعيد راح بيراميدز المنافسة اشتعلت أكتر. القنوات والإعلانات والخطوات الإعلامية كانت دايما بتقول إن بيراميدز قوة قدام الأهلي وهياخد مكان الأهلي في الدوري. وسبب تاني إن الأهلي في مطوشة بيراميدز بيلعب بقوة هجومية أكبر، وده بيدي البيراميدز المساحة عشان يعرف يستغلها كويس، وده اللي حصل في الست مطوشة اللي بيراميدز كسبتهم. الخلاصة إن بيراميدز قدام الأهلي